ما وراء الدركسيون. كتير جدا مننا يبقى يجي وقت النوم وكأنه بيهرب منه، ما يبقاش عارف ينام. يجي يحط راسه على السرير ما يعرفش يقوم تاني، او من وهو قاعد على الكنبه بره مش عايز يخش، تعبان عايز ينام، النوم في عينيه بس مش عارف يخش ينام، طول الوقت ماسك الموبايل او الريموت عمال يتفرج على التلفزيون يكلم حد. اللي بيحصل في مجموعه من الباحثين سنه 2014 قالوا في شكل كده او تصنيف احنا اكتشفناه للتسويف. التسويف ده احنا عارفينه طول الوقت ان هو بتاع المذاكره، بتاع الابحاث، بتاع الايميلات، ان انا اقعد اسوف واجل خلاص وما اعملش الحاجه ليه؟ لانها تقيله عليا. لو ان في حاجه اسمها بيد تايم ريفنج بروكراستينيشن او تسويف الثوره للنوم. ايه الحكايه ده؟ قالوا ان بعضنا يبقى طول الوقت بياخد اوامر من ماشي مديره ومراته وعياله واشاره المرور والناس، طول الوقت عمال بياخد اوامر وينفذها، فهو عبد لكل حاجه، للشغل، لحياته، للناس، ولكن هو مش حر نفسه. فبيجي وقت النوم دماغه، عقله وجسمه يقول له لا، انت بقى ده خلاص، ده وقتي انا عايز ابقى حر. فمخه يديله اشاره علشان يبقى حر بانه يفضل ياجل وقت النوم وما يبقاش عايز يروح ينام رغم ان هو تعبان جدا ومرهق جدا. فهو كأن عقله بيعمل ثوره من اجل حريته الساعه الاتنين بالليل اللي هو بيسهرهم بالليل علشان يعرف ياخد حريته، فبالتالي بيتاخر نومه ويتاخر صحيانه او يصحى تعبان ومرهق. طب ايه الحل؟ قالوا ان احنا ندي حريه لدماغنا وعقلنا وجسمنا اثناء اليوم. الساعة 2 3 العصر افصل من شغلك، اشرب فنجان قهوة، تمشى، اسمع موسيقى، كلم حد بتحبه علشان تاخد حريتك، تدي لدماغك وجسمك حريتها قبل ما يجي علينا الليل. اشوفكم على خير.